كومبليت ترانسكشن السباينال كورد. في البداية كده في علاقة ما بين البرين والسباينال كورد، وهي عبارة عن إن البرين بيبعت إشارات عبارة عن الموتور انفورميشن اللي بتروح للفولنتري ماسل عشان يقدر يتحكم في الفولنتري موفمنت. وكمان السباينال كورد بيبعت إشارات للبرين عبارة عن السنسيشن انفورميشن عشان يقدر الإنسان ده ينقل الإحساس اللي هو حسه. فلو تخيلنا كده إن في شخص، والشخص ده جينا كده عند السيرفايكال فيرتبرا، وجي شخص كده وطعنه بسكينة في المنطقة دي، فده أدى إلى حدوث كومبليت ترانسكشن في السباينال كورد. فالمنطقة اللي حصل فيها الليجن ده، المنطقة اللي تحت السباينال كورد دي كلها هتفقد الفانكشن بتاعها، وهو عبارة عن إن هي هتفقد كل الموتور فانكشن. فده هيؤدي إلى حدوث الباراليسيس، وكمان هتفقد كل السنسيشن في الإنسان ده، ولا هيحس ببين ولا هيحس إن في حاجة سخنة جت عليه، مش هيحس بأي إحساس خالص. لو جينا أخدنا سباينال كورد سيجمنت فهنلاقيها إن هي بتتكون من جراي ماتر، وكمان بتتكون من الوايت ماتر. لو جينا وقسمناها بالنص فهنلاقيها إن هي بتتكون من بوستيرور هاف وانتيرور هاف. البوستيرور هاف ده اللي هو بيكون موجود فيه البوستيرور هورن، والبوستيرور هورن ده بيكون محتوي فيه على البودي بتاعة السنسوري نيورون. أما بقى الانتيرور هاف فهنلاقي إن هو بيتكون من الانتيرور هورن اللي بيكون موجود فيه البودي بتاعة الموتور نيورون. وعشان نتخيل السيل بودي، فلو تخيلنا كده إن جبنا سكين بتاعة الإنسان وجينا ورحنا شكيناها بدبوس، فالدبوس ده هينتقل الإشارات دي إلى النيرف اللي تحته عشان الإشارات دي تروح من السنسور ريسبتور اللي بتكون تحت السكين إلى أن تصل للسيل بودي. السيل بودي دي بتكون موجودة فين بالظبط؟ بتكون موجودة في الدورزال جانجليا اللي بتكون في البوستيرور طبعا سباينال كورد سيجمنت، عشان تنتقل الإشارة من الدورزال جانجليا إلى أن تصل إلى البوستيرور هورن. أسباب الكومبليت ترانسكشن السباينال كورد، وهي عبارة عن الفرتبرال بون فراكشر، يعني حصل فراكشر في الفرتبرا، وهي دي بتكون من أسبابها الشائعة هي الأكسيدنت، حوادث السيارات، وكمان إن الإنسان يسقط من منطقة مرتفعة أو ينزل وهو نازل على السلم، وده ممكن يؤدي لحدوث الكومبليت سيكشن السباينال كورد. وكمان وجود تيومر ده بيكون ممكن ضاغط على السباينال كورد، فالضغطة بتاعت على السباينال كورد ده ممكن برضو تؤدي لحدوث الكومبليت سيكشن في السباينال كورد. وكمان من الأسباب الشائعة وهي بنتريشن تروما، يعني واحد طعن واحد بالسكينة، أو عبارة عن طلقة نارية، فالطلقة النارية دي اخترقت السباينال كورد وعملت الكومبليت سيكشن في السباينال كورد. كومبليت ترانسكشن في السباينال كورد، ودي بتشتمل على 3 مراحل، واول مرحله فيها هي عباره عن الشوك ستيج، ودي بتحصل لما الانسان يحصل له ترانسكشن في بدايه الترانسكشن، ودي بتستمر الفتره دي ممكن تطول الى ان تتحول الى الفيلير ستيج، ودي بتحصل لو الانسان ده مش بيتعالج، يعني الانسان ده مهمل وخلاص انت سايبه مش بيتعالج، فهي بتتحول الى فيلير ستيج، وفي الفيلير ستيج ده ممكن يحصل للانسان ديس. أما لو الإنسان ده بيتعالج، فالشوك ستيج ده مع العلاج ممكن يتحول للريكفري ستيج، وفي الشوك ستيج في اللحظة دي بيستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع. أول حاجة معانا وهي الشوك ستيج. لو تخيلنا كده إن معانا شخص وجينا عند السيرفايكال فيرتبرا وتم طحن الشخص ده في المنطقة دي، فأدى إلى حدوث الكومبليت سيكشن في السباينال كورد، فده أدى إن الشخص ده فقد كل السنسيشن اللي تحت الليجند ده، وكمان فقد كل الفولنتري موفمنت اللي تحت الليجن برضو، ده زي ما اتفقنا. وكمان بسبب ان الليجن ده حصل في منطقة السيرفايكال، فالإنسان ده هيعاني من كوادريبليجيا، وهو عبارة عن شلل بيحصل في الأبر لمب وكمان معاها اللور لمب. وبسبب ان الليجن ده حصل في منطقة السيرفايكال، فبنلاقي ان عين البيشنت ده بتعاني من كونستريكتد بيوبل. وكمان لو تخيلنا ان الليجن ده والطعنة دي حصلت في منطقة الثوراسيك، فده هيؤدي لحدوث البارابليجيا، وهو عبارة عن شلل بيحصل في اللور ليمب. وكمان العيان ده هيفقد ايه تاني؟ هيفقد الفازو كونستريكتور تون اللي هيحصل في البلاد فيسلز، يعني بيفقد الفازو كونستريكشن اللي كان بيحصل في البلاد فيسلز وكان بيضايقها. وده بسبب ايه؟ بسبب ان هو فقد السمباثيك فايبر. فلو تخيلنا ان الليجن ده حصل في منطقة السيرفيكال، فبيحصل ماكسيمم دروب. طيب هو ليه حصل ماكسيمم دروب؟ زي ما اتفقنا، فقدت الفازو كونستريكشن فحصل فازو دايليتيشن، فحصل ماكسيمم دروب في البلاد بريشر.
اما بقى لو كان الليجند ده كان في منطقة السوراكو لامبر سيجمنت، فده هيؤدي ان الضغط ده هيوقف وهينزل كده نزلة مؤقتة لفترة معينة كده، هيحصل فيه فازو دايليتيشن، وبعدين هنلاقي ان الضغط ده وطي، وبعدين هيرجع لمستواه الطبيعي بعد ما تعدي الفترة دي. وكمان لو الليجند ده كان تحت الثيرد لمبر سيجمنت، فبنلاقي ان مفيش اي تغير هيحصل في البلاد بريشر. وتكملة للي بيحصل في الشوك ستيج، فالإنسان هنا في اللحظة دي هيفقد كل الريفلكس اللي تحت الليجن، وأنا جمعتها لكم كده في كلمة بسيطة عبارة عن نسمر إيه. فالإن هنا بتدل على النيكوس ستيمولاي فيل. فالإنسان الطبيعي هنا لما بينام في السرير بيكون نايم على جنب، ولكن لما بيحس إن في ضرر وفي ألم وفي وجع بيبدأ إن هو ينام على الجنب التاني. ده في الإنسان الطبيعي. ولكن في حالة الشوك ستيج والإنسان اللي بيعاني من شوك ستيج في السباينال كورد، فالإنسان ده ما بيحصلش عنده كده. فلما بينام على جنب واحد فالألم فبيحصل عنده تقرحات وألسر في الجسم بتاعه، وخصوصا على الجنب اللي هو بينام عليه كتير، وده بنسميه بالبيت سورس، يعني تقرحات الفراش. أما الإس فهي بتدل على الاسترتش ريفلكس والتندون جيرك، إن هما الاتنين مش موجودين. طيب عشان تفهم الاسترتش ريفلكس، لو جينا كده الإنسان ده كده وجينا على التندون بتاع الكوادريسبس، وجينا بمطرقة كده على التندون وضربنا عليه، فبيحصل في الإنسان ده فليكشن كده بسيط برجله، وبعدين بيرجع لحالته الطبيعية. فده بنسميه هو الاسترتش ريفلكس، وده بيحصل في الإنسان الطبيعي، ولكن هنا الإنسان ده مش بيحصل عنده كده. أما بقى الإم فهي بتدل على الماسل تون، فالماسل تون هنا برضه بتفقد، والماسل تون دي كانت مسؤولة عن إن هي بتعمل إن بترجع الفينوس ريتين، كانت مسؤولة عن الفينوس ريتين وكمان البلاد فلو. فالبلاد فلو والفينوس ريتين الاتنين هيقلوا. كمان بالإضافة لكده إن الماسل تون وإن أنت عضلاتك وبتعمل حركة، فده كان بيعمل جنريشن للتمبريتشر، فده هيؤدي إلى إن هيحصل الإنسان كولد، هيبقى بردان، وكمان هيبقى سيانوتيك، يعني الإنسان ده هتبقى إيده فيها زرقان. أما حرف الآر فهو بيدل على الريفلكس بتاعت الماكتوريشن وكمان الديفيكيشن، إن هما الاتنين هيفقدوا. فلو تخيلنا كده إن اليونانر بلادر، عادي اليورين بلادر محتوية على كمية يورين، فاليورين اللي محتفظة بيها كده تفضل تفضيها في الإنسان الطبيعي، ولكن هنا أنا شغال محتفظ بكمية اليورين، فشغال أدى ذلك إلى ريتينشن في اليورين بلادر وتضخم فيها، فعشان كده احنا بنقول عليها retention with overflow، وده برضو بيحصل في الريكتم في حالة الفيسس. أما بقى عن الإيه فهي عبارة عن إن الريكشن ريفلكس برضو هيفقد. وأما عن علاج الشوك ستيج فهو عبارة عن إن الإنسان ده أصلا بيبقى عنده مشكلة في الماكتوريشن وكمان عنده مشكلة في الديفيكيشن، وعشان كده حصل له روتينشن ويز أوفر فلو. فعشان أحل مشكلة الماكتوريشن فأنا بعمل له كسترة، وأما عشان أحل مشكلة الديفيكيشن فالإنسان ده بركب له ريكتال إنيما. وأما برضو المشكلة التانية اللي كانت بتحصل معانا هي النيوكليوس ستيمولاي، وهي اللي كانت بتأدي للبيت سورس وكانت بتأدي لتقرحات الفراش. فعشان أمنع تقرحات الفراش دي، فالإنسان اللي معاه بيكون في البيت أو أمه والدته أو أي شخص معاه في البيت بيفضل يجلب الشخص ده كل فترة كده بالليل هو ونايم، بيفضل يجلب على الجنب التاني عشان أقدر أقلل من تقرحات الفراش دي. وأما العلاج الثالث فهو بيكون عبارة عن إن أنا بدي للشخص ده أنتيسبتيك وأنتيبيوتيك عشان أقلل من البكتيريا والميكروبات اللي بتكون في الشخص ده، وخصوصا إن الشخص ده ممكن بيعاني من تقرحات وبيعاني من بيت سورس زي ما احنا اتفقنا. وكمان الشخص ده أنا بديله سباينال ستيمولانت، وهو عبارة عن الإفيدرين، لأن طبعا بعد الترانسكشن اللي حصل هنلاقي إن السباينال كورد حصل فيه خمول، فأنا بديله حاجة كده تنشطه، وده كله بيساعد إن أنا أحول الشوك ستيج إلى الريكفري ستيج. أما المرحلة الثانية وهي الريكفري ستيج، فبرضه في المرحلة دي الإنسان ده ولا هيحصل ريكفري ولا للسنسيشن ولا للفولنتري موفمنت، يعني الإنسان ده برضه هيفضل لسه مش بيحس ولا قادر إن هو يتحرك. بالإضافة لكده إن الباسو كونستريكشن سنتر هيبدأ إن هو يرجع للوضع الطبيعي بتاعه، ويحصل بازو كونستريكشن في البلاد فيزلز،
ويرجع البلد بريشر بتاعه للوضع الطبيعي. وكمان الإنسان الطبيعي عنده حاجة اسمها بابنسكي نيجاتيف. لما باجي امسك حديدة كده واجي على باطن القدم واحرك زي ما انتوا شايفين السهم كده على باطن القدم، فالانسان الطبيعي بيحصل فيه ان البيج توي وكمان الانذر فور توي بيحصل فيهم بلانتر فريكشن. ولكن في الانسان في مرحلة الريكفري ستيج لما باجي اعمل له نفس الحركة دي بيحصل فيه بابنسكي بوزيتيف، وهي عبارة عن ان البيج توي والانذر فور توي بيحصل فيهم دورزي فليكشن. بالإضافة لكده إن كل الريفلكس اللي إحنا اتفقنا عليهم إن إحنا مسمينهم نسمر إيه، إن لو أخدنا حرف الإس هنلاقي إن الاسترتش ريفلكس ريكفري رجع طبيعي، ولكن المصل ما زالت فلاسيد. هنلاقي إن المصل تون كمان رجعت للوضع الطبيعي، ولكن الفلوكسور قبل الاكستنسور. وكمان هنلاقي ان الريفلكس بتاع الماكتوريشن والديفيكيشن رجع، ولكن رجع المره دي بايه؟ رجع باوتوماتيك ماكتوريشن وديفيكيشن. يعني ايه؟ يعني اليورينال بلادر اول ما يعبي يفضي، وكمان الريكتال اول ما تعبي تفضي. يعني عامل زي حاجه آلة اوتوماتيك كده بتعبي تفضي. واما عن حرف الاي فهو الايجاكوليشن في اللحظه دي بيصبح ريفلكسلي established. اما بقى عن حاجة كده بتحصل في اللحظة دي والانسان في الريكفري ستيج بيعملها، هي الماس ريفلكس. طب ايه هي عبارة عن الماس ريفلكس ده؟ الماس ريفلكس ده هو عبارة عن النكشوس ستيمولاي. يعني ان الانسان بيجرس نفسه كده في منطقة معينة لما يكون عايز يعمل ماكتوريشن او ديفيكيشن. طيب ده ازاي؟ لان لما بيجرس نفسه في اعصاب بتكون متصلة بالريكتال وكمان متصلة باليورينال بلادر، بتستطيع ان الانسان تخليه ان هو يعمل ديفيكيشن او ان هو يعمل ماكتوريشن. فالانسان لما بيعمل في اللحظة دي بيؤدي ذلك الى حدوث فلاكسور اسبازم في اللور لمب. وكمان بيحصل في اللور لمب بنلاقي ان برفيوز سويتنج، بنلاقي ان في عرق كده ابتدى يظهر، ونلاقي ان في تشنج حصل. بعدين الانسان ده بيبدأ ان هو يعمل ايه؟ ان هو يفضي كل من البلاتر وكمان يفضي كل من الريكتم. اما عن المرحلة الثالثة وهي الفريال ستيج، ودي بتحصل لو الانسان ده ما اتعالجش. فهي المرحلة دي بتنتهي ان الانسان ده بيحصل له دس، واول حاجة بتفقد في الانسان ده هي الني جيرك، ان هي بتبتدي ان هي تفقد اللي كانت بتظهر في الريكفري ستيج. بالاضافه لكده كمان ان الماس ريفلكس اللي كانت بتساعدني ان انا اعمل ديفيكيشن او ان انا اعمل ماكتوريشن برضه هتفقد. وكمان بالاضافه لكده ان هتختفي البابنسكي ساين، وكمان ان المصل هتصبح فلاسيد، وكمان هتصبح ويستد يعني هيحصل فيها ضمور. بالاضافه لكده كمان ان البيت سور وتقرحات الفراش هتبتدي ان هي تزيد. واما بقى عن الريفلكس بتاعت الماكتوريشن والديفيكيشن هيحصل ريتنشن ويز اوفر فلو، ولكن غير اللي كان بيحصل في الشوك ستيج المره دي هيبقى اكبر واكبر. وكمان بالاضافه لكده ان هنلاقي ان البيزل ميتابوليك ريت وكمان البادي تمبريتشر وكمان ارتريال بلاد بريشر كل منهم ابتدى ان هو يقل.